من الحاجات اللي بحب اعملها جدا هي المخبوزات، بحس كده ان انا بطلع فيها طاقة كبيرة. كمان بيبقى افضل كتير ان انا يعني بعمل الحاجة في البيت غير لما بشتريها من بره. النهاردة هنعمل مع بعض العيش الشامي بأسهل وأفضل طريقة، وإن شاء الله هتنجح معاكي من أول مرة. ويلا بينا على طول نشوف المقادير. والمقادير معايا كيلو دقيق، وهنا 4 معالق سكر كبيرة خشن عادي. ودلوقتي هحط الخميرة، وطبعا لازم نستخدم نوع خميرة كويس جدا، لازم اضمن النوع كويس. 10 جرام خميرة او باكت خميرة، معلقة ملح صغيرة. ودلوقتي هبتدي اقلبهم كده مع بعض. ودلوقتي هحضر طبق كبير واحط فيه كل المكونات اللي انا هحطها دلوقتي. ودلوقتي هنزل بالمية، نزلت الاول بكوباية مية وبعد كده كوباية تانية. ودلوقتي هبتدي اقلبهم كده مع بعض، وطبعا هو لسه محتاج مية، فنزلت بنص كوباية مية تاني. ودلوقتي هستخدم ايدي ان انا اعجن العجين كويس. ودلوقتي برضو لقيته محتاج مية، فاستخدمت حوالي ربع كوباية مية. بس كده طبعا بيختلف من الدقيق من نوع للتاني، فهو خد 3 كوبايات الا ربع بالظبط. ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده العجينة ملزقة جدا، هنفضل نعجن فيها كويس جدا، ما تزودوش مية تاني، هو ماكسيموم يعني 3 كوبايات الا ربع. ودلوقتي هحطها في مكان دافي. ولو احنا في الشتاء انا بعمل ايه، بولع الفرن شوية وبعد كده بحطها فيه، فبتخمر بسرعة جدا. ودلوقتي خلاص خمرت معايا. ودلوقتي هبتدي ان انا يعني افش خمرها كده واقسمها قطع متساوية، كل قطعة قد التانية. بس كده. حاولت اقسم العجين قطعتين عشان اوريكم اكتر من تقطيعة. زي ما انتم شايفين كده مسكت وابتديت ان انا اطلع كورة بايدي واسويها. ودلوقتي الجزء التاني من العجين ابتديت اقطعه حوالي، لو انت عايزة تعمليه بالميزان هيبقى حجم الكورة 60 جرام. ما بين ايديكي كده حاولي ان انت تكوريها وتبقى مظبوطة. وببتدي اضم العجين عليا او على سطح المطبخ ببتدي اكورها. ودلوقتي ببتدي افرد العيش. طبعا انا لما بكور كل الكور لازم اغطيها واسيبها 10 دقايق ترتاح، وده مهم جدا جدا، ما ينفعش اشتغل على طول. ودلوقتي هبتدي افرد الرغيف بتاعي. سمك الرغيف ما كانش يعني تخين للدرجة، هتشوفوه دلوقتي، بس انا بالنسبة لي انا شايفاه كده مناسب جدا. حاسة ان انا عايزة امسك رغيف بجد مش رغيف ورق. بس كده وببتدي افرده. وطبعا انا لما باجي بسوي من اول رغيف انا عملته، وبرضو ببتدي باول كورة انا عملتها، وده كده سمك الرغيف. العيش خلص معايا، ببتدي اغطيه. ودلوقتي انا سويت على طول، ما استنيتش يخمر ولا حاجة، بس ببتدي من اول رغيف. الفرن على اعلى درجة حرارة في الرف اللي تحت، مجرد ان هو ينتفخ معايا بطلعه. لو انت عايزة ياخد لون من فوق ببتدي اطلعه فوق في الرف اللي فوق خالص، ياخد لون بسيط خالص واطلعه. مجرد ان هو لما بيطلع يتهوى بعد كده بغطيه عشان ما ينشفش معايا. تحطيه بقى في الفريزر يعني هيطلع زي ما هو بالظبط، جميل جدا وطعمه حلو جدا. عايزاكم تعملوا شير للفيديو عشان الكل يستفاد. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم تاني في فيديوهات تاني. ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو.